السلام عليكم. باتت الدعوات إلى مراجعة نظام التقاعد وإعادة النظر في قائمة المهن الشاقة تأخذ مساحات واسعة من النقاشات في الجزائر، سواء بين أوساط الطبقة السياسية أو النقابات وحتى داخل البرلمان، على الرغم من عدم تجاوب الحكومة التي اعتبرت بعقلهم أنها تمتلك السلطة التي ورأى آخرون أنها ربما تحرص على التراث قبل اتخاذ أي قرار. وتربط أحزاب سياسية نجاح مشروع التشغيل في البلاد بضرورة معالجة الآثار الاجتماعية التي خلفتها توجهات الحكومة السابقة فيما يتعلق بسوق العمل، مع وضع حلول وآليات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع مراجعة القوانين المنظمة للعمل بما يتناسب مع المتغيرات والتكييف مع التطويرات الحاصلة، مشددة على ضرورة إعادة النظر في نظام التقاعد من خلال إدراج مهن من جديد ضمن قائمة الأعمال الشاقة المستوجبة للتقاعد المسبق، وكذا الأخذ بعين الاعتبار مدة 32 سنة من العمل لإحالته على التقاعد. ويشهد موضوع التقاعد تجاذبات متقطعة تصنع الحدث في أحايين كثيرة، وهو ما حصل مع الكونفدرالية النقابات، حيث اعتبرت أن العودة للتقاعد من دون شرط السن في أقرب وقت تصحيح لخطأ وقعت فيه حكومات العهد السابق، كون القرار قد ألحق ضررا بفئة كبيرة من العمال والموظفين، مشددة على أن قرار التعديل والاستغناء عن التقاعد النسبي بشكل مفاجئ أحدث صدمة لدى الطبقة العاملة، منتقدة تبريات الحكومة السابقة بعجز صندوق التقاعد من دون أن تقدم التقرير المالي عن تسيير هذا الصندوق منذ سنوات. وحذرت الكونفدرالية من إعداد مشروع قانون العمل في غرفة مظلمة من دون مشاركة ممثلي العمال في صياغته، لأنه يعد من المشاريع المهمة في حياة المستخدمين التي تضمن حقوقهم من التوظيف إلى ممارسة العمل ثم التقاعد. والسلام عليكم.